ومن قطاع الى قطاع التنس، حيث الكابتن رضا زكي المدير الفني لنادي للتنس بنادي النصر. وتعرفنا بنفسك اكتر يا كابتن رضا. انا كابتن رضا المدير الفني للتنس في نادي النصر، وانا ابتديت التمرين سنة 80، والحمد لله سافرت السعودية وحققت انتاج كويس في السعودية مع أندية هناك، وبعد رجعت تاني لنادي النصر. أنا ابن من أبناء نادي النصر، وكنت بلعب في نادي النصر، وبعد كده بقيت مدرب، وبعد كده مدير فني، والحمد لله دلوقتي أنا مدير فني تنس في نادي النصر. نعم، اتكلمنا حضرتك عن الدعم اللي بتلقاه من مجلس الإدارة ومن الدكتور عمرو ومن سادة أعضاء مجلس الإدارة، وإزاي هم حريصين إن النهوض بلعبة التنس، وإنك حضرتك تنافس أندية كبيرة زي الأهلي والزمالك وإنبي. كلمنا حضرتك عن الدعم. لا الحقيقة يعني احنا شفنا في مجلس الدكتور عمرو، لأنه هو راجل رياضي وشاب ممتاز، كان اهتمام غير عادي بالتنس، لأنه لعبت على أحدث مستوى. عمل انوار كشفه، عمل مدرجات جديده، مهتم جدا بالناشئين، لدرجه انه كان بينزل يلعب معاهم. يعني كان بينقي، كنت بختار لنا اللاعيبه المميزه اللي لسه طالعه، الاولاد الصغيره، وكان بينزل يلعب معاهم تنس. فالدكتور عمرو احنا بنلاقي منه كل الدعم وكل الاهتمام، مش بالتنس بس، بالالعاب الرياضيه كلها في النادي وبالانشطه الرياضيه كلها في النادي. وطبعا الكابتن عبد المجيد عبد الرحمن عضو مجلس الاداره، ده كان لاعب تنس قديم ولاعب تنس جامد قوي، وهو المشرف العام على التنس، وبرضه بنلاقي منه كل الدعم. وكابتن هاني امين المدير التنفيذي ما بيتاخرش عن التنس في اي حاجه. فانا بشكر مجلس الاداره، وبشكر الدكتور عمرو عبد الحق، وبشكر الكابتن عبد المجيد، وبشكر الكابتن هاني امين. نعم، نفس حضرتك تشوف التنس ازاي في نادي النصر، وايه تطلعاتك؟ يعني عايزه يبقى ازاي؟ قول لنا حضرتك فكرتك. والله انا كابن من ابناء نادي النصر، انا بتمنى ان يبقى نادي النصر يبقى نمرة واحد، ويطلع ابطال على مستوى العالم في التنس. وان شاء الله احنا عندنا قاعدة ناشئين موهوبين حقيقي. يعني انا عندي محمد احمد اللي هو شهير بالليل، وعندي محمد وليد، وعندي طارق عثمان، وعندي حبيبه، وعندي جنى، وكلهم اقل من 10 سنين، ممتازين. يعني المستقبل في التنس، وده وعد مني لنادي النصر. ما ينفعش نكون في قطاع التنس وما نتكلمش عن الكابتن الكبير الكابتن زكي. حضرتك ادينا نبذه كده عنه في غيابه، وهو حاضر وغايب معانا الكابتن زكي. كابتن زكي هو مؤسس التنس في نادي النصر من اكتر من 50 سنه. هو اول مدرب للتنس، وهو اللي عمل التنس في نادي النصر. والكابتن زكي يعني احنا اتعلمنا منه كتير، ولسه بنتعلم منه لغايه دلوقتي، فربنا يشفيه ان شاء الله ويخليه لنا على طول. نعم، نتمنى له الصحه والعافيه كده، ونتمنى لحضرتك التوفيق يا كابتن رضا. شكرا جزيلا لك يا فندم. شكرا. انت مش هتسالني. مع السلامه يا كابتن. وايضا معانا احد ابرز مدربي التنس في نادي النصر، الكابتن عثمان زكي الشهير بالكابتن طارق. كابتن طارق، عرفنا بنفسك. الاسم عثمان زكي احمد، الشهير بطارق زكي. كنت لاعب تنس في الاول، كان بيشرف على تدريبي والدي. تدرجت في الفرق لحد المستوى الاول، وبعد كده عملت بالتدريب، اشتغلت مدرب لمنتخب قطاع الناشئين في مصر. وبعد كده سافرت السعودية، اشتغلت العمل بالمملكة العربية السعودية، ترشحت هناك مدرب لمنتخب المملكة، خدنا بهم بطولة الخليج وحققنا مراكز متقدمة. خدنا مركز أول بالنسبة للفريق الأول، ومركز ثالث للشباب، ومركز ثاني للناشئين. وبعد كده رجعت من السعودية، قمت بالعمل تاني في النادي عندنا. وكان الأول عندنا النشاط، عندنا النشاط في النادي ضعيف، لان ما كانش فيه حد بيبص للعبه، لان دي لعبه من الالعاب الفرديه. في ضوء المجلس الجديد اللي وصل الجديد تحت رئاسه الدكتور عمرو عبد الحق، بدأ يبص لنشاط الالعاب الفرديه في النادي وجميع الانشطه المتواجده في النادي. اصبح عندنا قاعده من الناشئين
تحت 10 سنوات، منهم اللاعب محمد احمد رضا الشهير باللول، واللاعب طارق، واللاعب محمد وليد، والثلاثه حققوا مراكز على مستوى الناشئين على مستوى البطولات في الموسم 2009 2010. وكانت بدايه الموسم دوت 2010 2011 برضو حققوا مراكز اولى. بالنسبه للاعب طارق عثمان حقق مركز اول على مستوى بطوله بالم هيلز الجمهوريه، واللاعب محمد احمد رضا حقق مركز اول على مستوى بطوله نادي الزهور بطوله الجمهوريه. قطاع الناشئين عندنا قطاع ناشئين كويس قوي، عندنا لاعبين كويسه، بس هي المشكله ان اللعبه لعبه مكلفه. يعني هي المشكله عندنا ان اللعبه لعبه مكلفه، ومش كل الناس بتقدر تصرف عليها. فهي دي المشكله اللي بتقابلنا والعقبه اللي بتقابلنا. النادي بيحاول بقدر الامكان يحلها لنا، لكن احنا عندنا مشكله صغيره ان اللعبه لعبه مكلفه. هي تقريبا مشكله كل الالعاب الفرديه او العاب القوه عموما. في النهايه بنتمنى لك التوفيق يا كابتن عثمان، وشكرا لك. الله يهنيك. شكرا يا فندم. شكرا. لا ما تضحكوش يا كابتن. ومعانا احد مدربي قطاع التنس بنادي النصر الكابتن وليد زكي. اهلا بيك كابتن وليد. اهلا بيك يا فندم. حضرتك عرفنا عن نفسك كده ونبذه، وحضرتك لاعب عملت ايه وبطولاتك ايه، وايضا وانت مدرب اهم البطولات اللي حضرتك حصلت عليها. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا وليد مدرب في النادي، وانا كنت لاعب واشتركت في بطولات جمهوريه، وكان الفضل الكبير ده طبعا كان للكابتن زكي وللكابتن رضا وللكابتن طارق، لان هم اللي دربونا وهم اللي عملونا في اولنا، وهم برضو اللي مساعديننا في الوقت دوت ان احنا نبقى مدربين وطلعونا مدربين. نعم، تقول ايه عن حضرتك البطولات اللي خدتها وانت ناشئ او انت لاعب، وايضا وانت كابتن او مدير فن او مدرب في قطاع التنس؟ والله احنا اشتركنا في بطولات كتير، بس الفترة اللي احنا فيها دلوقتي احسن بكتير، لان احنا النادي كان عندنا محدود، انما دلوقتي الحمد لله بالمركز باعضاء مجلس الاداره الجدد والدكتور عمرو على راسهم الدكتور عمرو عبد الحق نفذ لنا كل حاجه احنا عايزينها في ملاعب التنس. يعني دخلنا طوره كبيره جدا في ملاعب التنس، في لعبه التنس، والحمد لله عندنا ناشئين كتير جدا دلوقتي الحمد لله، من ابرزهم محمد احمد رضا اللي هو لسه حاصل امبارح على مركز اول. هيبقى لنا لقاء معايا يا كابتن، هيبقى لنا لقاء ان شاء الله. وليهم بعد كده محمد وليد وطارق عثمان، وفي لعيبه كتير جدا ناشئين، والحمد لله الناشئين عندنا في النادي املهم باذن الله واملنا فيهم كبير باذن الله. في النهايه بنشكر حضرتك كابتن وليد وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا. العفو يا فندم. ومعانا براعي نادي النصر او شباب نادي النصر اللي حاصلين على بطولات. نتعرف بيك. محمد احمد رضا. خدت بطولة ايه يا محمد؟ الظهور اول 9. عندك كام سنة يا محمد؟ 9. 9 سنين؟ خدت اول بطولة الجمهورية؟ وانت نتعرف بيك؟ محمد وليد. محمد وليد. خدت بطولة ايه يا محمد؟ نادي سكاي. عندك كام سنة يا محمد؟ 7. 8 سنين؟ وانتي؟ حبيبة هاني. خدت بطولة ايه يا حبيبي؟ نادي النصر. نادي النصر. عندك كام سنة؟ عندي 11. بالتوفيق لكم انتوا الثلاثة، بالتوفيق لشباب نادي النصر، واتمنى لكم كده المزيد من البطولات ان شاء الله. اسمي عنان خالد علي، لاعبة في نادي النصر. انا اسمي احمد عماد انور، لاعب في نادي النصر. انا اسمي حسن مصطفى، لاعب في نادي النصر. نورهان مجدي خليل، لاعب التنس في نادي النصر. اسمي مهيرة عماد انور، لاعب التنس في نادي النصر. لاعب التنس في نادي النصر. انا اسمي يارا رفعت محمد، لاعب التنس في نادي النصر. لاعب التنس اسمي اسراء جابر، لاعب التنس في نادي النصر. اسمي منى ناجي سعيد، لاعب التنس في نادي النصر. اسمي محمد محمود، لاعب تنس في نادي النصر. 1 2 3. احنا نادي النصر. اسمي طارق عثمان زكي، السن 10 سنين. بطولات بلعب بتاعت 10 سنين بطولات. خدت بطولة بالم هيلز اول وبطولة الجزيرة. المدرب بتاعي والدي واسمه عثمان زكي. ده شايل باللون. خدت بطولة الظهور
اول 9 والمدرب بتاعي كابتن رضا بابايا. شكرا. ومعانا احد اعضاء نادي النصر، نتعرف بحضرتك. خالد علي عباس، رئيس شعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات. وحضرتك انا بقالي عضو في الجهاز في ما يقرب من 3 سنوات يعني في الجهاز دلوقتي. في النادي حضرتك؟ عضو النادي حضرتك من 3 سنين. نعم. حضرتك شايف النادي ازاي وتتمنى تشوف النادي يبقى ازاي؟ لا والله هو الانشطه في النوادي طبعا تحت رئاسه الدكتور عمرو. طبعا انا من زمان من ساكن المنطقه، فطبعا كنت بسمع عن النادي من فترات طويله، بس طبعا دلوقتي هو نادي طبعا ما شاء الله ممتاز، الانشطه كويسه جدا، وكل اعضاء مجلس الاداره متجاوبين في كل المطالب. وطبعا انا بالنسبه لي متواجد فتره طويله في مجال التنس، طبعا الكابتن رضا والكابتن طارق وكابتن وليد، طبعا انشطه وفي اهتمام عالي جدا بالتنس، وحتى اولادي بيضربوا في نفس الفريق يعني. لحضرتك اي مطالب من مجلس الاداره ومن الدكتور عمرو تحديدا؟ لا والله هم ما بيتاخروش عن اي حاجه بصراحه، يعني ما بيتاخروش عن اي طلبات للاعضاء كلهم، وما شاء الله النادي يعني بصراحه. وحضرتك يمكن عملت جوله في النادي، طبعا كل المنشات كلها كويسه جدا، وفي كابتن يحيى برضك مدير عام المنشات الرياضيه، طبعا بيقوم برضك بمجهود كبير جدا مع الزملاء كلهم والاعضاء مجلس الاداره والكابتن عمرو. طبعا نشكر حضرتك في النادي. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا. هو حضرتك انا عضو في نادي النصر. ومعانا احد اعضاء نادي النصر، نتعرف بحضرتك. انا مجدي الشاذلي، عضو مؤسس من حوالي اكتر من 30 سنه وانا في النادي من الارقام الاولى يعني. وطبعا انا دائم الحضور للنادي، وليا ولادي هنا واحد بيلعب طايره والتاني بيلعب تنس، والحمد لله اللي بيلعب تنس بيتدرب على ايد الكابتن رضا والكابتن طارق. ويعني العلاقة ما بين الأعضاء وما بين رئيس النادي علاقة طيبة جدا جدا جدا، ورئيس النادي عامل طفرة في النادي طبعا يشكر عليها، وهو في تقدم مستمر وفي تطور مستمر، ونتمنى له التوفيق باستمرار، لأن هذا يعني ما حصلش الكلام ده قبل كده، يعني قبل الدكتور عمرو ما كانش فيه الإنجازات اللي موجودة دلوقتي. وبرضك التنس فيه طفره كبيره جدا جدا في وجود الكابتن رضا، وجود الكابتن طارق اخوه، والناس دي شغالين 10/10، واتمنى لهم التوفيق، واتمنى ان النادي يبقى على خريطه العالميه ان شاء الله. نعم. نشكر حضرتك في النهايه. شكرا جزيلا. شكرا يا باشا. شكرا. ومعانا ايضا احد عضوات نادي النصر، نتعرف بحضرتك. اسماء حسين كشك. حضرتك عضو في النادي بقالك قد ايه؟ بقالي 5 سنين. حضرتك شايفه النادي ازاي وشايفاه كان ايه ونفسك النادي يبقى ازاي وكده؟ لا هو الحمد لله اتطور كتير عن ما دخلنا. الدكتور عمرو ما شاء الله عليه عنده رغبه قويه في ان هو يطور النادي، ودايما بجد في تطور. الرياضه كمان هنا ليها جزء كبير من الاهتمام، سواء من الكباتن او من الدكتور عمرو نفسه. ولادي بيلعبوا هنا، ابني في ثانوي بيلعب سباحه وكره ميه، بنتي في فريق التنس هنا مع كابتن رضا. ما شاء الله عليه بيعرف يوجه طاقتهم كويس جدا، ما شاء الله عليه في تقدم الحمد لله يعني. بدليل ان هي طلعت الخامسه على المحافظه في الترم الاول، وخدت درجات هي في الاعداديه. ده طبعا بفضل توجيه الكابتن بتاعها يعني، ما شاء الله عليه بصراحه. نعم. تحب تقول ايه حضرتك لمجلس اداره نادي النصر او في النادي عموما؟ احب اقول لهم ربنا يبارك لكم على اللي بتعملوه في الشباب، ويا رب دايما يقويهم، ربنا يتقدموا باذن الله. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا. متشكره.